بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس احمد هاني. ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا في كورس الاوتوكاد. النهارده المحاضره رقم 5. احنا المحاضره اللي فاتت كنا اتكلمنا في قائمه موديفاي، اتكلمنا في بعض الاوامر بتاعه قائمه موديفاي. ان شاء الله النهارده في المحاضره بتاعتنا هنكمل بقيه الكلام في قائمه موديفاي، وهنتعلم بقيه الاوامر بتاعه قائمه موديفاي. اول حاجه يا باشمهندسين، قائمه موديفاي هي القائمه اللي موجوده هنا في هوم. احنا كنا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن الامر اللي هو موف، واتكلمنا عن روتيت، واتكلمنا عن امر تريم، واتكلمنا عن امر كوبي وميرور وفيلت. ان شاء الله النهارده بقى هنتكلم عن الاري، وهنتكلم عن سكيل، وهنتكلم عن ستريتش. كل الاوامر دي احنا بنتعلمها او بنتعلم كيفيه التعامل معاها، عشان خاطر بعد كده لما نيجي نشتغل على لوحه ونبدا نعمل الشغل بتاعنا كمهندسين كهرباء مثلا في اللوحه. طبعا لازم تبقى عارف كل الاوامر دي بتستخدم ازاي، بحيث انك انت تقدر تتعامل مع الموضوع بشكل بسيط وسهل. طيب اول امر معانا وهو امر array. امر array احنا مثلا لو جينا عملنا ريكتانجل بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. طيب امر array ده احنا بنستعمله، هو طبعا ليه 3 استخدامات. الاستخدام الاولاني حاجه اسمها rectangular array، يعني لو انت مثلا عندك نسخه بالشكل ده كده مثلا من اوبجكت معين، وعايز انك انت تقرر تعمل منه كذا نسخه في هيئه صفوف واعمده، في هيئه صفوف واعمده. بتعمل الكلام ده ازاي؟ بتعمل الكلام ده من خلال امر اللي هو اسمه array. اول حاجه بتروح تضغط على امر array بالشكل ده، بعد كده هو بيقول لك هنا select objects، فبتروح تضغط على الاوبجكت بتاعك وتعمل عليه select، بعد كده تضغط كليك يمين، فهو اوتوماتيك بيبدا يعمل لك الموضوع بالشكل ده. ده هو كده عمل لك من الريكتانجل اللي انت كنت عامله، عمل لك منه مصفوفه عدد الصفوف بتاعتها 3 وعدد الاعمده بتاعتها 4، فهو عمل لك مصفوفه 3 في 4 بالشكل ده من الريكتانجل اللي انت كنت رسمه. طيب انا يا باشمهندس عايز اعمل من اي اوبجكت بقى. هل اقدر اعمل من اي اوبجكت نفس الامر؟ طبعا اقدر اعمل من اي اوبجكت نفس الامر. طيب لو عايز اتحكم في عدد الصفوف وعدد الاعمده، اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ اول طريقه عندنا نقدر نتحكم فيها في عدد الصفوف وعدد الاعمده، هو انك انت لو جيت في القائمه اللي فوق دي كده، هتلاقي هنا هو كاتب لك كولومز وكاتب لك روز وكاتب لك كل الكلام ده. اول حاجه مثلا هنا عدد الاعمده. لو انت مثلا هنا عدد الاعمده 4، لو انا عايز اغير عدد الاعمده مثلا واخليهم 6، وليكن ضغطت 6 وعملت كده، فزودهم لي بقوا 6. ادي 1 2 3 4 5 6. طيب لو عايز اغير المسافه ما بين الاعمده، اقدر اعمل الكلام ده من الحته من الخانه اللي هي اسمها بتوين. ممكن مثلا اغير السبيس دي واخليها وليكن مثلا 8 بالشكل ده، فهتلاقي هنا المسافه ما بينهم، ما بين كل عمود والتاني المسافه اتغيرت شويه. لو عايز برضو ازود عدد الصفوف، اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ اقدر اعمل الكلام ده من روز. لو هم 3 مثلا عايز اخليهم 6 برضو، وليكن بالشكل ده، فكده خليناهم 6 بالشكل اللي قدامك ده. ادي 1 2 3 4 5 6. طيب لو عايزين نغير السبيس اللي هي المسافة ما بين كل صف والتاني، اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ اقدر اعمل الكلام ده من الخانة اللي هي اسمها بتوين برضو. هنا بغيرها بالشكل ده مثلا، وليكن خليتها 6، فهو هنا غير لك المسافة ما بين كل الصفوف وبعضها. طيب الامر ده بنستخدمه عمليا ازاي في شغلنا كمهندسين كهرباء باور؟ الكلام ده هيبان اكتر لما نبقى شغالين على لوحه ونبدا نعمل عليها التاسكات بتاعه الشغل. ولكن انت كل المطلوب منك في الوقت الحالي انك انت تبقى عارف الامر ده بيتم التعامل معاه ازاي. طيب كده احنا عرفنا امر array وكيفيه التعامل معاه، وازاي اتحكم في عدد الصفوف وعدد الاعمده. طيب هل هي دي الطريقه الوحيده اللي اقدر من خلالها اتحكم في عدد الصفوف وعدد الاعمده؟ لا طبعا مش هي دي الطريقه الوحيده. عندنا طريقه تانية، هي ان انت لو جيت هنا بصيت بالشكل ده كده، جينا مثلا هنا رجعنا تاني الامر array. فلما بنرجع هنا طبعا طيب بص كنترول زد عشان انا كنت اتكيت كنسل، فعايزين نرجع بس للامر.
كده احنا رجعنا للاول خالص. تعالى بقى نعيد الكلام ده سريعا كده. انا هعمل امر اري، اول حاجه بعمل سيلكت اوبجكت زي ما قلنا، بعد كده هو بيعمل لي الكلام بالشكل ده. طيب انا عايز بقى اتحكم في عدد الصفوف وعدد الاعمده بتاعه الاوبجكت بتاعي. هل لازم اخش من هنا واقعد اتحكم في الكلام ده؟ لا، الكلام ده انت تقدر تعمله من السهم اللي موجود عندك ده. انت لو ضغطت عليه كده واتحركت كده انت بتبدا انك انت تتحكم في عدد الاعمده بتاعه الايه، بتاعه الاوبجكت بتاعك. وليكن مثلا هنا هم كانوا 3 كده 4 5 6 بالشكل ده. طب عايز اتحكم في عدد الصفوف، اقدر برضو من خلال الموضوع ده. ادي هنا بضغط على السهم ده واخليها كده، ادي هم كانوا 3 في الديفولت يعني كان 3، بعد كده 4 5 ايه هم كده 3 كده 4 5 6 بالشكل ده كده. طيب لو عايز برضو اتحكم في المسافه ما بين الصفوف وما بين الاعمده، هل اقدر اعمل الكلام ده؟ اقدر اعمل الكلام ده طبعا. بص كده انت بالشكل ده بتقدر انك انت تتحكم في المسافه اللي هي ما بين الصفوف والاعمده، وبرضو نفس الكلام هنا تقدر انك انت تتحكم في المسافه ما بينهم وما بين بعض. كل الكلام ده موجود في الامر بتاع الري، تقدر انك انت تعمل بيه كذا حاجه وكذا اوبشن. بعد كده بتعمل كلوز، فانت كده نهيت الامر بالبساطه بالشكل ده يعني. هنعمل بقى ديليت لكل الكلام ده عشان مش محتاجينه. احنا كده عرفنا بس امر اري بيتم التعامل معاه ازاي. تعالى بعد كده بقى ناخد الخانه الثانيه من امر اري، وليكن مثلا يا باشمهندسين هناخد مثال بسيط. احنا عندنا سيركل بالشكل ده كده. نصغر بس شكل السيركل شويه عشان تبقى واضحه، يعني مثلا وليكن هنا. طيب ورسمنا سيركل تانية صغيرة وليكن هنا كده اهو بالشكل ده. طيب انا عايز بقى السيركل دي اكررها على الايه المحيط بتاع الدايره ده. هل انا بقعد كل شويه اعمل دايره، ولا اقدر اعمل الكلام ده من خلال امر اري؟ اقدر اعمل الكلام ده من خلال امر اري، من خلال حاجه اسمها باث اري. بتضغط عليه بس كده، وبعد كده بتروح تعمل سيلكت للاوبجكت بتاعك، وبعد كده تعمل كده، وبعد كده سيلكت الاوبجكت الثاني، فبيبدا ان هو يوزع لك عدد الايه، يوزع لك الدوائر بتاعتك بالشكل ده او الاوبجكت بتاعك بالشكل ده. وبرده تقدر انك انت تتحكم في عدد الدوائر اللي انت عايز تحطها عادي جدا من خلال السهم ده عادي، او من خلال ايه، من خلال القائمه من فوق من هنا. تقدر تعمل كل الكلام ده، الموضوع بسيط وسهل يعني. طيب الكلام ده بنستعمله في ايه بشكل برضو عملي اكتر؟ الكلام ده بنستعمله لما مثلا يكون عندنا احنا مثلا اخترنا كشاف معين هنحطه في غرفه معينه وعايزين نرسم شكل الكشاف ده، فبتبدا انت تبقى محتاج اوامر زي كده بتسهل عليك في عمليه الشغل، بدل ما انت تقعد تعمل دايره جنب دايره جنب دايره وكل الكلام ده. لا، الموضوع ده بيسهل عليك الكلام بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب ثالث حاجه في امر اري هي ان انا دلوقتي مثلا حاجه اسمها اللي هي حاجه اسمها البولر اري. البولر اري ده انا بقدر استخدمه ازاي يا باشمهندسين؟ انا دلوقتي مثلا عندي مكتب ماشي، وعايز اوزع الكراسي حوالين المكتب بالشكل اللي هو موضح في الصوره ده كده. طيب اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك يا باشمهندس بدل ما انت تمسك كل كرسي عندك وتبدا توزعه حوالين المكتب بالشكل الدائري اللي هو الموضح ده كده، قال لك انت تقدر تعمل الكلام ده من خلال حاجه اسمها امر اسمه بولر اري. هيسهل عليك الموضوع ده بكل بساطه، والموضوع هيبقى سهل جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف الموضوع ده بيتنفذ ازاي عمليا. تعال نشوف الموضوع ده بيتنفذ ازاي. اول حاجه مثلا لو انا جيت كده عملت دايره بالشكل البسيط ده كده، وجيت على امر اللي هو اسمه بولر اري، ضغطت عملت سيلكت على الاوبجكت بتاعي، بعد كده بختار ايه، بختار البيس بوينت اللي انا عايز اكون وليكن ده مثلا الكرسي يعني. فانا عايز ايه، اختار البيس بوينت اللي انا عايز الكراسي تبقى ملفوفه حواليها وليكن بالشكل ده. فهو كده عمل لك الايه، عمل لك الموضوع بتاعك بالشكل اللي انت اخترته ده. دي كده البيس بوينت اللي انت اخترتها، وهنا وزع لك الايه، الكراسي اللي هي على شكل دوائر. طيب لو انا عايز اتحكم بقى في عدد الكراسي، اقدر اعمل الكلام ده؟ اقدر اعمل الكلام ده طبعا، واقدر من خلال السهم اللي انا ضغطت عليه، ومن خلال ايه، من خلال ان انا اقدر اتحرك كده او كده، واخلي ايه، واخلي مثلا الكراسي المسافه ما بينها كده. لو انا عايزها كده بس مثلا عايزها تبقى بالشكل ده، زي ما انت عايز بتتحكم في الموضوع زي ما انت عايز بكل سهوله وبكل بساطه. وتقدر برضو تتحكم من ايه، من الاوامر اللي موجوده فوق بالشكل ده. ده كده اللي هو امر اري بالثلاث استخدامات بتوعه. طيب هتقول يا باشمهندس انا الكلام ده هستخدمه ازاي عمليا؟ هقول لك ما تستعجلش وسيب كل خطوه واحده واحده
انت بس اتعلم امر اري، واتعلم ازاي بيتم التعامل مع امر اري، بحيث انك انت لما تيجي بعد كده تحتاجه في الشغل العملي لما تبقى شغال على لوحة، ويبقى الموضوع يعني عمليا اكتر من كده، هتحس فعلا بفايدة الامر اللي هو اسمه array. طيب تعالى بقى نمسح الكلام ده كده، احنا كده خلصنا الشغل بتاعنا. تعالى بقى ناخد امر اسمه سكيل. عايزين نشوف سكيل ده احنا بنستخدمه ازاي. هقول لك الموضوع بكل بساطة. انا مثلا دلوقتي عندي لاين بالشكل ده كده، ماشي؟ فاللاين اللي هو بالشكل ده كده انا عايز اكبر الحجم بتاعه، يعني عايز اعمل له سكيل. يعني ايه سكيل؟ يعني انا عايز اشد الخط ده واخليه يبقى كبير شويه. اقدر اعمل الكلام ده؟ تقدر تعمل الكلام ده من خلال اللي هو الامر اللي هو اسمه سكيل. اول لما بتضغط على سكيل كده بيقول لك اول حاجه سيلكت اوبجكت، فبتروح تعمل سيلكت للاوبجكت بتاعك. بعد كده بتختار البيس بوينت بتاعتك وليكن من هنا كده، وبتبدا انك انت تحرك شكل الخط. شفت انا الخط كان صغير، انا خليت الخط بقى كبير. وهكذا بقى مع اي اوبجكت تاني تقدر تعمل له سكيل بكل سهوله وبكل بساطه. وليكن برضو لو عندك ريكتانجل بالشكل ده وعايز تعمل له سكيل، اول حاجه بتضغط سكيل، بعد كده سيلكت اوبجكت، بعد كده بتختار البيس بوينت كده، وتبدا انك انت تتحكم في الايه السكيل بتاعه وليكن بالشكل ده. فده كده امر سكيل. يعني امر سكيل بكل بساطه يا باشمهندسين، انا لو عندي اوبجكت معين في اللوحه وعايز اكبر الحجم بتاعه، بدل ما اقعد عايز اكبر الحجم بتاعه، بدل ما انا اقعد بقى امسح الاوبجكت وارسمه تاني واغير الحجم بتاعه، لا، اقدر اعمل الكلام ده من خلال الامر اللي هو اسمه سكيل بكل بساطه وبكل سهوله. هنمسح برضو الكلام ده. فاضل اخر امر معانا وهو الامر اللي هو اسمه ستريتش. امر ستريتش ده انا لو عندي جزء معين في رسمه وعايز ان انا اكبر الحجم بتاعه، وليكن مثلا يا باشمهندسين تعالى هقول لك ازاي. بص، وليكن ده كده غرفه. حلو. عشان نخلي الموضوع واقعي اكتر هرسم لك الباب بتاعها. بص بقى يعني هوريك حاجات ادفانسد كده مش اي حد بيعملها. احنا بنعمل كده ماشي، ونيجي عاملين من هنا حاجه كده برضو، ونيجي بامر ترم اهو مسح الزياده دي والزياده دي والزياده دي. طيب وبعد كده باجي جاي بامر ارك، عامل الباب كده بالشكل ده كده اهو، تمام. بعد كده باجي عامل على امر ترم تاني اللي احنا اخدناه قبل كده. شفت كل الاوامر انا بستعملها اهو، يعني انت فاهم قصدي، كل الاوامر انا بستعملها عادي جدا جدا جدا. ممكن اشيل الحته دي كمان لو انا عايز اشيلها عادي جدا. باجي جاي من هنا، باجي عامل كده سكيل للموضوع بالشكل ده. فانا كده عملت ايه؟ عملت شكل الباب ده كده الباب. طيب عايز بقى ارسم الجدار بشكل واقعي شويه، او زي ما مهندسين مدني بيرسموا الجدار. مهندسين مدني بيعملوا ازاي؟ بيجي مثلا من هنا كده وليكن الموضوع ايوه، بيجي مثلا كده ويقول لك ان ده كده الجدار بتاع الحيطه. حلو. وليكن يعني ده الجدار بتاع الحيطه. عايزين برضو نشيل الحته اللي هي دي، عايزين نشيل الجزء ده بالظبط كده. فاحنا كده عملنا الحيطه بالشكل ده. طيب عايزين برضو نخلي الموضوع واقعي اكتر، فهو بيجي عامل هاتش كده عشان يبان ان الموضوع ده زي الحيطه بالظبط. فانت بتيجي هنا عامل هاتش، بعد كده بتختار الاوبجكت بالشكل ده، وبتغير بقى المسافه ما بين الهاتش وبعضه، بحيث ان الهاتش يبقى باين. بص اهو بالشكل ده كده بالظبط كده. بعد كده تعمل كلوز من هنا. فانت كده عملت هاتش الحيطه. وليكن دي كده غرفه. شفت دي كده غرفه احنا رسمناها من البدايه لحد النهايه. طيب الفكره بقى ايه يا باشمهندس؟ ان انا دلوقتي عايز اغير، عايز بقى استخدم امر ستريتش عشان اغير الحجم بتاع الغرفه دي. يعني عايز عايز اشد الحيطه دي اوسعها شويه، عايز اوسع الغرفه دي شويه. هل بقى هقعد امسح كل الخطوات اللي انا عملتها دي واعيدها من الاول تاني، ولا الكاد في حاجه تسهل عليا الموضوع ده؟ الكاد في حاجه تسهل عليك الموضوع ده، هي الامر اللي هو اسمه ستريتش. اول حاجه بتضغط على امر ستريتش كده، بعد كده بتيجي رايح عامل سيلكت على الاوبجكت اللي انت عايز تعمل له ستريتش، وليكن الجزء ده. بعد كده بتيجي رايح مختار البيس بوينت بتاعتك، وتبدا انك انت تشد. شوف هو كده بيشد معاك الحيطه بالشكل ده كده. هو غير لك الجزء اللي هو بتاع الحيطه دي، انت وسعته فبتحدد الجزء ده والجزء ده والجزء ده عشان توسع الجزء المساحه، او بتغير في الحجم بتاع الغرفه بتاعتك من خلال امر ستريتش.
ده كده كل الاوامر بتاعه امر موديفاي. فاضل فيها بعض التفاصيل الصغيره اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده علشان الموضوع ما يبقاش ممل. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا ناخد بعض الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها برضو بشكل كبير في الشغل بتاعنا، وبعد كده بقى هنبدا نخش في التطبيقات العمليه، ونبدا بقى نعمل حاجات عملي اكتر توضح لك كل الاوامر اللي احنا اخدناها دي في ايه، في رسمه واحده كده، ولما لك الموضوع وتبقى انت كده بقيت فعلا برنامج الكاد بقى بالنسبه لك سهل كمهندس كهرباء باور، تقدر تتعامل معاه بكل سهوله وتتعامل معاه بكل بساطه خالص. الموضوع ما يبقاش صعب بالنسبه لك، وتبدا بعد كده تتعلم حاجه اسمها الريفت، لان هي دي الحاجه الاحدث من الكاد اللي حاليا بدات الناس تتجه ليها، وبدات الشركات لو جيت دخلت على اي شركه مقاولات عايزه مهندسين يشتغلوا سواء كان مكتب فني او ديزاين او اي حاجه في مجال الديستريبيوشن، بتلاقيهم طالبين ان المهندس ده يبقى بيعرف يستخدم برنامج الريفت وبيقدر ان هو يتعامل معاه وكل الكلام ده. فانت بدايتك في المجال انك انت تتعلم الاوتوكاد، بعد كده ان شاء الله تبدا تتعلم الريفت، وتبدا تشوف الريفت بيستخدم ازاي وكل الامور دي. مش عايز اطول اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.